اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم عن واحد من اكتر المواقف اللي بتخوف اي اب واي ام. ابني سخن والحراره مش عايزه تنزل، اروح الطوارئ دلوقتي ولا استنى واتابع في البيت؟ في الحلقه دي ان شاء الله هجاوبكم بشكل مفصل ايه هي الحراره العاديه وبتاخد قد ايه وقت، امتى القلق يكون طبيعي وامتى لازم نتحرك فورا، وايه الاسباب اللي ممكن تخلي الحراره طويله، وايه هي التحاليل او الخطوات اللي ممكن نحتاجها كأطباء أطفال. مبدئيا ايه هي مدة الحرارة الطبيعية؟ اول حاجة لازم نفهمها ان الحرارة عرض مش مرض. في معظم نزلات البرد او الفيروسات الشائعة الحرارة ممكن تقعد من 3 ل 5 ايام، ساعات ممكن توصل 7 ايام في بعض الفيروسات زي فيروس اليد والقدم والفم او الهاند فوت اند ماوث ديزيز او بعض انواع الانفلونزا. والنهارده هنجاوب على سؤال بيتكرر من كل اب وكل ام مع دخول الشتاء: ابني عنده برد ولا انفلونزا؟ الاتنين شبه بعض جدا في الاعراض، ولكن في فروق مهمه لازم نعرفها لانها هتفرق في التعامل وفي المتابعه وحتى في الوقايه بعد كده. مبدئيا ليه بيحصل الخلط بين البرد والانفلونزا؟ الاتنين بيجوا بسبب فيروسات والاعراض بتاعتهم متشابهه: كحه، عطس، حراره، ارهاق. عشان كده الاهل ساعات بيقولوا هو في فرق اصلا؟ الفرق موجود والنهارده هنشرحه ببساطه. اولا نزله البرد. السبب بتاع نزله البرد على فكره ممكن يبقى فيروسات كتيره مش فيروس واحد، ولكن اشهرها هو الراينو فيروس. البدايه بتاعته بتيجي تدريجيا والاعراض بتاعته ممكن تشمل رشح وسيلان في الانف، عطس متكرر، كحه خفيفه، ممكن حراره بسيطه او مفيش حراره خالص، والطفل بيكون تعبان شويه ولكن لسه غالبا بيلعب وياكل زي العادي بتاعه او قريب منه. المده بتاعته مش بتبقى طويله، يعني البرد عادة بيخف من 7 ل 10 أيام وبدون مضاد حيوي. نيجي بقى للإنفلونزا، والسبب بتاعها هو فيروس الإنفلونزا بأنواعه سواء A أو B. البداية بتاعته بتبقى مفاجئة جدا، الطفل ممكن يصحى من النوم وهو تعبان جدا، والأعراض هنا بتبقى أقوى وأوضح: حرارة عالية أحيانا فوق 39 و40 مع رعشة وصداع وألم في الجسم والعضلات، وكحة ناشفة قوية وده علامة مهمة، وإرهاق شديد ودي برضو علامة مهمة. هنا الطفل بيبقى مش قادر يقوم من السرير اصلا وشهيته للاكل ضعيفه جدا. المده بتاعت الانفلونزا على فكره نفسها ممكن ما تفرقش كتير عن البرد، يعني الانفلونزا ممكن تقعد اسبوع او اكتر، ولكن التعب والارهاق ممكن يستمر حتى بعد الحراره ما تختفي، وده فرق مهم. طيب يا دكتور احنا هنا عرفنا الفرق، هل في علاج مختلف للانفلونزا يعني عن دور البرد؟ نزله البرد علاجها بيبقى في الاغلب علاج داعم، يعني راحه، سوائل، خافض حراره، محلول ملح للانف. الانفلونزا برضو علاجها داعم في معظم الحالات، ولكن في بعض الاطفال زي الاطفال الاقل من سن 2 او عندهم امراض مزمنه زي الربو او مشاكل المناعه ممكن نستخدم ادويه مضاده للفيروس ده، التاميفلو مثلا لو اكتشفناها بدري. طب والمضاد الحيوي يا دكتور؟ ده بقى ملوش ولا دور في البرد ولا في الانفلونزا الا لو حصل عدوى بكتيريه ثانويه، ودي بس الدكتور هو اللي يقدر يحددها. المهم ان الحراره مع نزله برد بسيطه ممكن تقعد كام يوم وده طبيعي جدا، لكن اللي يفرق معانا حاجتين مهمين لازم تعرفيهم كويس: 1 هل الحراره بتقل شويه مع خوافض الحراره؟ 2 هل الطفل حالته العامه كويسه بين نوبات الحراره ولا لا؟ يعني لما ابنك حرارته بتنزل بيبقى طبيعي وبياكل وبيشرب ويلعب ولا لا؟ لو الاجابه نعم غالبا الوضع ان شاء الله تحت السيطره. طيب ايه هي علامات الخطر اللي تستدعي الطوارئ فورا؟ في علامات لو ظهرت ما ينفعش نستنى: 1 السن الصغير جدا، طفل اقل من 3 شهور وحراره اكتر من 38 لازم طوارئ فورا. طفل من 3 ل 6 شهور وحراره فوق 39 برضه لازم تقييم فورا. الحاله العامه للطفل: لو ابنك شكله مرهق جدا او وعيه قليل، لو رافض يشرب او ياكل خالص، لو كسلان ومش يتجاوب، لو في اعراض مقلقه مصاحبه للحراره زي مثلا معاه صعوبه في التنفس، تشنجات لا قدر الله، طفح جلدي غريب، ده ممكن يكون التهاب سحايا، قيء مستمر او اسهال شديد، لو في حراره اكتر من 40 درجه مهما عملتي
كل دي مؤشرات ان لازم تتحركي فورا على الطوارئ. طب يا ترى ايه الاسباب اللي ورا الحراره الطويله دي؟ لو الحراره طولت اكتر من الطبيعي في كذا حاجه ممكن نفكر فيها. اي نعم اغلب الحالات اللي الحراره بتطول فيها بتبقى برضه عدوى فيروسيه وبتخف من غير مضاد حيوي، ولكن في اسباب تانية اقل شيوعا الحمد لله ولكن لازم نفكر فيها. اولا الالتهابات البكتيريه زي التهاب الاذن الوسطى، التهاب الرئوي او التهاب مجرى البول، هنا الحراره مش هتنزل الا بعلاج مناسب. الفيروسات القويه زي الانفلونزا ممكن تخلي الحراره عاليه ومطوله. في امراض اقل شيوعا زي الحمى الروماتيزميه او التهابات الدم ودي محتاجه تقييم متخصص. طيب امتى يا دكتور بنحتاج نعمل تحاليل؟ كاطباء اطفال بنطلب تحاليل لو الحراره طولت في الحالات دي، لو في حراره مستمره اكتر من 5 ايام، لو الحراره معاها علامات خطر زي اللي قلتها قبل شويه، او لو الحراره مش واضح السبب بتاعها يعني مفيش برد ولا كحه ولا اي عرض تاني. التحاليل دي بقى ممكن تشمل صوره دم كامله، تحليل بول، اشعه صدر لو في كحه او ضيق تنفس، او بعض التحاليل التانيه المتخصصه لو الحاله تستدعي. هختم معاكم بشويه نصايح عمليه. اولا راقبوا الطفل مش الترمومتر، افتكروا دايما ان حاله الطفل اهم من رقم الحراره. استخدمي خافض حراره مناسب للسن وللوزن، وخلي ابنك يشرب سوائل كتير ويلبس لبس خفيف ووفري له تهويه كويسه. الكمادات تكون بميه عاديه فتره مش ميه متلجه، ومش على البطن ولا الصدر. وفي حلقه كامله عن الاخطاء الشائعه في التعامل مع ارتفاع الحراره هحط لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في اخر الحلقه. هحكي لكم قصه من العياده تلخص كل اللي اتكلمنا عليه النهارده. مره جالي طفل عمره 4 سنين حرارته بقى لها 6 ايام مش بتنزل، والاهل كانوا قلقانين جدا. عملنا له فحص وعملنا له تحليل، لقينا عنده التهاب مجرى بول رغم انه ما بيشتكيش من اي اعراض ليها علاقه بمجرى البول، وبمجرد ما بدا المضاد الحيوي الحراره اختفت. الرساله هنا هي ان مش كل حراره هي فيروس، اوقات ابنك او بنتك بيبقوا محتاجين تقييم عشان نكتشف السبب. يبقى الخلاصه يا جماعه ان الحراره العاديه ممكن تقعد من 3 ل 5 ايام، لو اقل من 3 شهور ومعاه حراره يبقى على الطوارئ فورا. لو في اي علامات خطر زي كسل، صعوبه في التنفس، تشنجات او طفح جلد غريب برضه طوارئ فورا. ولو الطفل فضل كويس بس الحراره طولت اكتر من 5 ايام يبقى اعملي تقييم عند دكتور. ولو شايفين الحلقه دي مفيده شاركوها مع اي اب واي ام عايشين نفس القلق ده، واستنوني في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. هنتكلم عن مواضيع مهمه عن صحه اولادنا. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.